ملخص اخبار النهارده، اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. جايب لك كده شويه اخبار على الرايق. طبعا اخبار النهارده كل خبر انا جايبه لك بالمصدر، فما تبخلش عليا بالمتابعه واللايك، واهم شيء انك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. وفقا لموقع كوره بلس، اليو ديانج من خلال وكيله رفض عرض الاهلي المقدم قبل كاس افريقيا، والذي وصل الى 1,250,000 دولار، ولكن اليو ديانج طلب الحصول على 2 مليون دولار سنويا، ولم يتم تقديم عرض جديد حتى الآن في ظل وجود عروض شفهية من أندية أخرى. وفقا لموقع القاهرة 24، يتمسك الدنماركي ييس توروب باستمرار المالي اليو ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم، حتى في حال عدم تجديد عقده رفضا بيعه في يناير رغم الخلاف المالي. توروب يرفض رحيل لاعب الأهلي عمر كمال عبد الواحد. اليوم السابع، يطير حمزة عبد الكريم منتصف الأسبوع الجاري إلى أسبانيا للانضمام إلى نادي برشلونة. وفقا للصحفي محمود شوقي، العقد الثلاثي بين الأهلي وبرشلونة وحمزة عبد الكريم ينص على الآتي: في حالة مشاركة اللاعب في 5 مباريات فقط مع الفريق الثاني لبرشلونة خلال مدة الإعارة، يتم تفعيل بند الشراء مباشر، ويدفع برشلونة 1,500,000 يورو للأهلي، وهو ما يعني ضمان تفعيل عقد بيع حمزة عبد الكريم بنسبة كبيرة للغاية وعدم عودته بعد 6 أشهر. موقع يلا كورة يكشف مطالب توروب طلب من الأهلي التعاقد مع أحد الثنائي لويس مونتيانو لاعب سي اف ار كلوج الروماني، أو بيتر كريستنسن مهاجم فايكنج النرويجي لتدعيم مركز رأس الحربة. تقارير: المغربي أشرف داري مدافع الأهلي يعاني من إصابتين في قدمه، ومدة غيابه ستصل إلى 3 أسابيع. موقع يلا كورة: الوداد المغربي يريد التعاقد مع جراديشار على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، والأهلي يرحب وينتظر العرض الرسمي. تقارير: الأهلي يفاوض بلاتي توريه بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع بيراميدز. وفقا للصحفي محمود شوقي، الأهلي يتحرك لتدعيم صفوفه بفتح باب التفاوض مع البنك الأهلي لضم عمر الجزار وأسامة فيصل، ومع بتروجيت للتعاقد مع المدافع هادي رياض، إلى جانب التنسيق مع سيراميكا كليوباترا لضم مروان عثمان مقابل لاعب أو أكثر من الأهلي، بالإضافة إلى مقابل مد. وفقا لموقع كورة بلس، توروب يطلب رحيل العش والأهلي يجهز البديل. تقارير: إدارة الزمالك تعقد جلسة مع محمود بن تايج خلال ساعات بعد عودته للقاهرة لإقناعه بالتراجع عن فسخ التعاقد. تقارير: المغربي محمود بن تايج لا يمانع الاستمرار مع الزمالك، مطالبا بحصوله على 300,000 دولار مستحقاته حتى يناير الجاري. وفقا لموقع 247 سبورتس، الزمالك منفتح على رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز، والنادي وضع 70 مليون جنيه